إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك، إذا أردت أن يقضي الله حاجتك، إذا أردت أن يحقق الله لك ما تتمناه، فعليك بهذه الكلمات السبع في الصباح وفي المساء، واطلب من الله عز وجل ما تشاء. وقبل أن نتعرف على هذه الكلمات، رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، ورد في الحديث عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ومن أبي بكر مرارا، ومن عمر مرارا؟ قلت: بلى. قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال سمرة: فلقيت عبد الله بن سلام فقلت: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله مرارا، ومن أبي بكر مرارا، ومن عمر مرارا؟ قال: بلى. فحدثته بهذا الحديث، فقال: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكلمات كان الله عز وجل قد أعطاهن موسى عليه السلام، فكان يدعو بهن في كل يوم 7 مرات، فلا يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فعليكم بهذه الكلمات السبع في الصباح وفي المساء، واطلبوا من الله عز وجل ما تشاءون، وذكروا بها غيركم، واعلموا أن الدال على الخير كفاعله.